السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صينية السمك بالزيت والليمون، وهنعمل صينية السردين ورز الصيادية. شايفين رز الصيادية ده؟ عندي حاجات جديدة وتكات جديدة. شوفوا معايا وتابعوا معايا الفيديو، هتلاقوا وصفتي غير وصفة أي حد، وبجد هيعجبكم طعمها وهتجربوها وهتعتمدوها إن شاء الله. شايفين ده سمك بلطي اهو، عملته صينية في الفرن زيت وليمون، بجد تحفة وطعمه جميل جدا. لو جربتوه هيعجبكم قوي. وده كمان الرز الصيادية. يلا بينا نشوف ازاي نعمل الأكلة دي اللي بنشتريها غالية جدا من المطاعم وبندفع فيها فلوس كتير قوي. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفنا زي ما بنشتريها من بره. أنا معايا كيلو سردين وكيلو بلطي، أربع سمكات، ومعايا بطاطس متقطعة حلقات ورقيقة زي ما انتوا شايفينها كده، ومعايا شبت وكزبرة وبقدونس وطماطم، وفي طماطم مقطعة مكعبات وحلقات، وبصل وفلفل مفروم وتوم ورز وبصل مفروم. دي كل مقاديري اهي، انا مجهزاها ومجهزة التوابل بتاعتي. هنشوف مع بعض ازاي وهقول لكم على كل حاجة، واحنا بنتفرج مع بعض كده على الفيديو هتشوفوا معايا الطريقة بكل تفاصيلها. اول حاجة هنعملها تتبيلة السمك. انا عندي هنا توم مفروم وفلفل الوان وشطة. انا بحب السمك حامي شوية وبيبقى طعمه جميل. وده عصير ليمون وخل. هقلب بقى المكونات بتاعتي مع بعض. حطيت هنا بهارات السمك، معلقة بهارات سمك ومعلقة كمون وكمان فلفل اسمر وكزبرة. هحط معلقتين كزبرة لان بتدي طعم حلو، وحطيت معلقتين ملح. دايما لما يكون اي وصفة فيها ليمون وخل ما تكتريش الملح، لان الليمون والخل بيعوضوا كتير عن الملح، فعلشان الاكل ما يطلعش حادق معاكي دايما تاخدي بالك من التكاية دي. يعني لما يكون في ليمون كتير قللي الملح بتاعك. هحط بقى شوية بقدونس وكزبرة وشبت، انا طبعا غسلاه ومقطعاه عشان يبقى جاهز معايا. وهقلب الخلطة، ودي هتبقى تتبيلة السمك اللي انا هتبل بيها السمك وهتبل بيها السردين. شايفين؟ جميلة جدا. هنبدأ بقى نحط كمان كوباية زيت. كوباية الزيت دي للسردين والسمك الاتنين. هقلب كويس الخلطة علشان الملح يدوب والتوابل بتاعتي تختلط بالمكونات كلها. معايا هنا بقى السمك البلطي، شايفين انا منضفاه وشايلة الخياشيم بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، وشايلة الزعانف، وكمان شايلة القشور بتاع السمك اللي بره اللي هي قشر السمك. هبدأ بقى كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة اشرحه كده علشان ادخل التتبيلة في الشرايح دي ويشرب التتبيلة كويس ويبقى طعمه جميل جدا. طبعا السمك بتاعي انا غسلاه ومنضفاه. بغسله الاول بالدقيق وبعد كده بغسله بالليمون والخل. بس يا ريت وانت بتغسليه لو ما عندكيش كمان دقيق تعملي تحطي معلقة طحينة تدوبيها في المية وتغسليه كويس. وطالما السمك بتاعك مغسول كويس عمره ما هيبقى زفر وهيبقى طعمه جميل معاكي. ابدأ بقى كده في الشرايح والفتحات اللي انا فتحتها دي هتبل السمك كويس واحط التتبيلة جواه. ومن جوه السمكاية بحط التتبيلة بتاعتي كده، واحشي كمان الراس مكان الخياشيم كده علشان ايه السمك بتاعي يبقى طعمه حلو. شايفين انا بحط عصير الليمون كده والخل، بحطه في الفتحات علشان السمكة بتاعتي تتبل كويس. اهو زي ما انتوا شايفين كده بحط التتبيلة جوه وبدخلها في راس السمكاية، وهبدأ احط في الفتحات تاني كده وكده. ويا ريت السمك البلطي لما تجيبيه ما تجيبوش كبير قوي، يعني الكيلو 4 يبقى كويس جدا معاكي في سمك الزيت والليمون. السمك لما بيكون كبير ما بيديش طعم حلو معاكي وبيبقى لحمه مفتل كده ما بيبقاش بجد حلو. فجربي كده، خير الامور الوسط. خلاص كده تبلت السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين. حابه تسيبيه في التتبيله دي نص ساعه، بس انا هتبل صينيتي كلها واسيبها براحتها. معايا هنا بقى حلقات بصل وفلفل الوان وليمون وطماطم. هاخد معلقتين من التتبيله بتاعتي. التتبيله بتاعتي دي هاخد فيها هعمل بيها كل حاجه في السمك، مش هحتاج احط اي توابل تانية ولا ملح.
هقلب التتبيلة كويس كده بالمعلقة، حاول ان انا افكك حلقات البصل من بعضها عشان التتبيلة تشرب، البصل يشربها. وهقلب كويس كده الخلطة مع بعض، وهضيف بقى حلقات البطاطس. حلقات البطاطس يبقى سمكها رفيع، ما تبقاش تخينة، لان السمك ما بياخدش سوا عشان تستوي معايا وتاخد نفس سوا السمك. هقلب بقى البطاطس في التوابل بتاعتي والبصل والطماطم. شايفين الجمال؟ بجد شكلها جميل قوي. وعايزه اقول لكم البطاطس دي هتاكلوها قبل السمك نفسه، بتبقى جميله جدا وطعمها تحفه، وبتاكليها كده مع الرز والسمك جميله جدا. حد بقى يقول لي البطاطس تطلع زفره، يستحيل. هتلاقي زفاره او هتشم ريحه زفاره في البطاطس، وهتحبيها جدا. طبعا التتبيله اللي باقيه دي، رصيت انا السمك على البطاطس، وهحط التتبيله دي كلها التتبيله والزيت والليمون اللي انا كنت بسقي بيه السمك. طبعا ما يترماش لان وصفتنا زيت وليمون. حطيت انا كده التتبيله عليه، وزي ما انتم شايفين الصينيه بتاعتي الطاجن بقى جاهز اهوت. هبدا بقى ايه اغلفه بورق فويل. هنضف الاول الطاجن بتاعي، انضف حروفه كده عشان لما السمك يستوي يبقى الطاجن بتاعي شكله حلو وانا بقدمه. هدخله الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأسفل، يعني تحت خالص في أرضية الفرن، وعلى درجة حرارة 200. السمك ما بياخدش سوا معايا، بياخدش غير نص ساعة. هبدأ بقى أعمل تتبيلة السردين. أنا زودت هنا بصلة مفرومة وطماطماية مكعبات، وهقلب كويس، يعني نفس تتبيلة السمك اللي فات، بس بزود بصلاية صغيرة مفرومة، وهزود طماطمايه مقطعاها مكعبات، وهقلب كويس. طبعا السمك التاني ما حطيناش عليه طماطم، حطينا بس في البطاطس عشان يطعم البطاطس ويخلي طعمها حلو. هزود كمان شوية بقدونس وشبت وكزبرة على الخلطة بتاعتي دي اللي انا هتبل بيها السردين. هفرش كده بقى في الطاجن بتاعي شوية من الخلطة دي تحت السردين كده، وهبدأ بقى اخد واحدة واحدة. السردين بتاعي برضو غسلاه بنفس الطريقة ومنضفاه وشايلة الراس والبطن بتاعته. اهم حاجة السلسلة اللي عندك دي تشيلي منها خط الدم، ده بيخلي السمك زفر جدا. هبدأ بقى افتح كده، احط جوه السردين في بطنه كده الحشوة، وهرص السردين بتاعي بشكل حلو علشان الصينية بتاعتي لما تطلع من الفرن يبقى شكلها جميل، وتقدري تقدميها لولادك بشكل حلو. طبعا العين بتاكل قبل البق، فيعني لازم الاكل بتاعنا يبقى شكله جميل. الشكل اهم كمان من الطعم، وعامة مفيش حاجة بيبقى شكلها حلو وطعمها وحش، لازم الاتنين مع بعض. طالما شكلها حلو اعرفي ان طعمها حلو. هبدأ بقى كده ارص السمك بتاعي السردين واحطه كده. شايفين؟ احاول ابقى احطه بشكل حلو واظبط الصينية بتاعتي كده. انا بحب احط السمك في طواجن بحيث ان هو يطلع مغرفش منه، يبقى شكله كده بجد بيبقى شكله جميل قوي في التقديم. الخلطة بقى الباقية عندي هضيفها كده على وش السردين. السردين طبعا انا مش هغطيه بورق فويل، ما بياخدش وقت في الفرن. دايما السمك عودي نفسك يبقى النار عالية عليه، لان هو ما بياخدش وقت. وكمان لما السمك يكون صغير وتوطي النار بينشف معاكي ويبقى اللحم ناشف كده مش جويسي وفيه مية وطراوة كده. خلاص كده انا خلصت الصينية بتاع السردين. شايفين جمالها بقى وشايفين شكلها جميل ازاي؟ بجد شكلها تحفة. لو جربتوا صينية السردين بالطريقة دي هتعجبكم جدا وهتلاقوا طعمها حلو قوي. شايفين انا حاطة الشبكة بتاعتي في ارضية الفرن، وحطيت الصينية والطاجنين، وهسيبهم لمدة نص ساعة. وهنعمل مع بعض دلوقتي رز الصيادية. في حلة على النار حطيت 3 معالق زيت، ومعايا هنا بصلتين مفرومين، بصلتين صغيرين مفرومين. هنزل بيهم كده في الزيت وهقلب. وبعدين التكاية بتاعتي بقى انا هنا بضيف هضيف معلقة صغيرة سكر. المعلقة الصغيرة السكر دي هتعمل هتكرمل مع البصلة، وهتديني التسكيرة في الرز طعمها جميل جدا، وكمان هتخلي لون الرز بتاعي ذهبي من غير ما تحرقي البصلة. يعني دايما رز الصيادية بيحمروا البصل قوي بيخلي لونه غامق. شايفين البصلة بتاعتي لونها عامل ازاي؟ لونها ذهبي وجميل. وشوفوا الرز بتاعي يطلع لونه
ضفت انا كده معلقة كمون ومعلقة من 7 بهارات وفلفل اسمر وكزبرة. بقلبها دايما في البصلة كده تقوم ريحتها تطلع وتخلي ريحة البيت جميلة، وكمان البهارات تاخد تحميصة كده مع البصلة، بتدي ريحة جميلة قوي وطعم جميل للرز. هحط بقى كوبايتين مية، انا غاسلة كوبايتين رز، وهغطي بقى المية وهسيبها لما تغلي. بعد ما تغلي معايا كده هنزل بكوبايتين 2 رز مغسول. هحط الملح بتاعي الاول، حطيت معلقتين ملح، وبعدين هضيف الرز بتاعي وهقلب بقى واظبط المية بتاعتي. ومعايا هنا بقدونس وشبت، البقدونس والشبت دول بيدوا طعم للرز بقى مش عايزة اقول لكم روعة. جربوا رز الصيادية بطريقتي وشوفوا طعمه عامل ازاي وقولولي في الكومنتات. زودت انا المية كملتها اهوت كده، بقى عيار الرز مظبوط. هغطي عليه، هو عامة كوبايتين الرز بياخدوا كوبايتين مية، وهسيبه بعد ما يتشرب المية بتاعته. خلاص هو كده اتشرب المية بتاعته، ههدي النار عليه، هقلبه وههدي النار عليه واسيبه يتردد بقى على النار كده لغاية اما يستوي معايا. هنشوف بقى. انا حطيت بتنجانة على النار على عين البوتاجاز كده، وهديت عليها وبقيت اقلبها علشان اعمل سلطة بابا غنوم مع السمك. زي ما انتوا شايفين كده اتشوت اهي سخنة. هبدأ اقشرها كده وهي سخنة بالسكينة بالراحة كده، وبداية قشريها هتتقشر معاكي بسهولة جدا. بابا غنوم بيبقى حلو جدا مع الاسماك والطحينة. فاللي انتي بتحبيه اعمليه، عاوزة تعملي سلطة طحينة كمان مع بابا غنوم اعملي. فكل الحاجات دي بتبقى حلوة مع السمك. بعد ما اقشر البتنجانة كده واشيل كل القشر الاسود، شايفين فيه هري اسود اهو، قشر صغير اسود. هتخلص منه ازاي بقى؟ طبعا الحاجات السودة الصغيرة دي هحطه تحت المية وهنزل عليه المية، هيقوم ينزل كل القشر الاسود. شايفين البتنجانة معايا بقت نظيفة مفيش فيها ولا اي حتة سودة. الحاجات السودة دي بتجيب امراض مش كويسة، فياريت اي حاجة متفحمة نبعد عنها ونبعدها عن اكلنا خالص. يعني متفحمة يعني لونها اسود من النار. هبدأ بقى كده اقطع البتنجانة بتاعتي مكعبات، وبعدين معايا هنا فص ثوم وفلفل وشطة مفرومين، وهبدأ بقى ايه احطهم كده على البتنجان بتاعي، واحط معلقة صغيرة خل، وبعدين هحط عصير ليمون. على فكرة يا جماعة انا كل اللي ياكل البتنجان من ايدي يعجبه جدا، فجربوا طريقتي مع انها يعني انا مش شايفة فيها افتكاسات ولا شايفة فيها حاجة جديدة، بس بجد بيبقى طعمه جميل جدا. حطيت انا عصير الليمون، ملح وكمون. هضيف بقى كمان معلقة طحينة. هقلب بقى ده كويس بالشوكة كده وابدأ اهرس ده كله وادمج المكونات دي كلها مع بعضها. بجد طعمه جميل جدا وبيبقى حلو قوي قوي مع السمك. فبحاول اعمل كده عشان الولاد يحبوا السمك وياكلوه، ويحسوا كمان انهم بياكلوا بره او الاكل جاي لهم من بره. دايما كل الولاد بيحبوا الاكل بتاع بره، فليه ما نعملوش في البيت؟ معايا بقى معلقة زيت زيتون كده هحطها على البابا غنوم، وكده سلطة بابا غنوم جاهزة معايا. هزينها بقى كده بعود بقدونس علشان اقدمها. اهو انا حطيت كده شوية خضار، وكده خلاص السلطة خلصت معايا وبألف هنا وشفا. جميلة، جربوها كده بطريقتي وشوفوا هتعجبكم. دلوقتي بقى هنشوف السمك بتاعنا، هنفتح الفرن ونشوف السمك بتاعنا اخباره ايه. طبعا فات نص ساعة. شايفين صينية السردين نشفت خالص اهي، وهنبدأ بقى نكشف السمك بتاعنا. كشفت السمك اهوت، ورفعت الرف بتاعي في نص الفرن، وولعت الشواية عشان يتحمر معايا. ده بقى بعد ما حمرت الوش بتاعه خرجته من الفرن. شايفين الجمال؟
بجد جميل جدا. جربوها وجربوا البطاطس تحت السمك، هتعجبكم جدا. وبجد ما بتبقاش زفرة، هو بتقدم كده في المطاعم، والطاجن ده بيبقى غالي وسعره عالي جدا. انتي بتعمليه في البيت بطريقة سهلة ورخيص، ما بيكلفكيش اي حاجة، كل حاجة موجودة عندك في البيت. هبدأ بقى ارش كده رشة بقدونس وكزبرة على الوش عشان ازينه، ومعايا بقى حلقات ليمون كده هحطها على السمك، وكمان هحط على السردين. وهقدم طبعا بالطواجن بتاعتي. الطواجن بتاعتي دي بورسلين، وبقى شكلها حلوة على السفرة في التقديم، مش محتاجة ان انت تنقلي في اطباق ويبقى عندك مواعين كتير، وسهلة جدا في غسيلها. لو عجبكم بقى السمك بتاعي حطوا لي لايك، وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في قناتي و... ويعمل لايك وشير ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. شايفين جمالها؟ جربوها وقولوا لي طعم البطاطس عامل ايه، بجد تحفة. شايفين بقى الرز بتاعي؟ واو، يعني بجد ريحته تجنن، مفيش حباية لازقة في التانية، وجميل جدا وبيلمع. شايفين الجمال؟ جميل جدا. وريحته بقى، وشايفين لونه؟ معلقة السكر ادت له لون جميل، وما حرقناش البصلة بتاعتنا. حطيته في بولة وقلبته في الاطباق كده بقى علشان اقدم الاكل بتاعي اهوت. شايفين الرز الصيادية جميل ازاي؟ جميل قوي قوي قوي، وريحته جميلة، ومعلقة السكر بتديله طعم ولون تحفة زي ما انتوا شايفين. ودي صينية السردين، شايفين شكله جميل ازاي؟ بجد طعمه تحفة، لازم تجربوه وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. ودي كانت وصفتنا النهاردة، ويا رب وصفتي تعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب. وده